السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ينتظر مسؤولي النادي الأهلي رد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق حول العرض الأخير من أجل تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. إدارة النادي الأهلي عرضت على التونسي علي معلول تمديد عقده لمدة موسمين مقابل $1,200,000 في ظل تمسك السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق باستمرار اللاعب. وأشارت الجريدة إلى أن التونسي علي معلول رفض عرض إدارة النادي الأهلي السابق بتمديد عقده لمدة موسم واحد مقابل راتب أقل من الحالي المقدر $1,200,000 لأنه يريد زيادة راتبه في العقد الجديد إلى $1,500,000. وشددت الجريدة على أن التونسي علي معلول يفكر في عرض النادي الأهلي الأخير، وسيكون رد النهائي بعد مباراتي الترجي الرياضي التونسي يوم 18 و25 من مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأوضحت الجريدة أن علي معلول تلقى عرضا من أحد الفرق في الدوري القطري بعقد لمدة موسمين براتب سنوي يصل إلى $2,000,000، لكن اللاعب لم يرد عليه لأنه يريد الاستمرار في النادي الأهلي.